ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى لموا العلب الفاضيه دي وهاتيها نستخدمها في حاجه جميله جدا. نعمل فيها بتنجان مخلل. ايه رايكم بقى؟ علب البن دي الجميله دي، العلبه دي ممكن تشتريها ب20 جنيه من بره، بس انا بقى بحتفظ بالعلب الفاضيه دي وبتنفعني. بحط فيها سمن، بحط فيها جبنه، بحط فيها مخلل، اي حاجه ليها استخدامات كتير. النهارده بقى ايه؟ هنعمل البتنجان المخلل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده، صابح وجميل جدا اهو. وهاتي البتنجانه بقى اللي هي ايه، الملحمه دي، التخينه الحلوه دي. الرفيعه دي ما بيبقاش فيها لحم، تحسي ان انت بتاكلي حاجه كده ناشفه. انما دي بيبقى كلها لحم وبتبقى جميله وطعمها حلو. انا هبتدي بقى اعين القمع بتاعها، هعين نص القمع بس اللي هو الصباع ده، عشان ما يضايقنيش في السلق وفوق كده يعني. تمام. هبتدي عين بقى. هتسيبي القمع ليه يا ام محمد؟ عشان البتنجانه ما تسودش منك. تسيبي القمع فيها كده زي ما انت شايفه اهو، بتعيني نص الصباع اللي فوق ده وتسيبي نص عشان ما تسودش منك البتنجان. وده اهم، دي اول خطوه معاكي. تمام. تاني خطوه بقى في البتنجان عشان ما يسودش معاكي برضو، بتجيبي حله زي كده، بتكون صغيره. تمام. علشان البتنجان يبقى كله جنب بعضه كده، مفيش واحده طالعه عن واحده، زي ما انت شايفه كده. وهنبتدي بقى حطي عليها بقى حاجة تقيلة، غطا بتاع الحلة، الفخار، اي حاجة عندك تقيلة. انا هنا حطيت الغطا عشان عندي الغطيان كبيرة شوية عن الحل. حطيت الطبق وهحط من فوقه الغلاي مليان مية زي ما انت شايفة كده اهو. وهيبتدي يقلب معانا بقى وبيترفع لفوق، بس انت لما تحطي عليه الحمل ده مش هيترفع معاكي لفوق وهيستوي كله مع بعضه. لو انت ما حطيتيش، دي الخطوه التانية بقى، لو ما حطيتيش عليه الحمل ده من فوق كده بالشكل ده، هيبقى نص البتنجاله استوت ونصها ني، وهيسود منك. تمام. هنا بقى سلقت البتنجان، وما سلقتوش سوا كامل، نص سوا بس. ودي الخطوه الثالثه معاكي عشان ينجح معاكي البتنجان المخلل ويقعد معاكي فتره طويله. تمام. نص سوا بس. ليه بقى نص سوا؟ عشان يقعد معاكي فتره طويله. اما انت لو جايبه نص كيلو هتاكليه في يوم وبتسويه سوا كامل. هنا بقى انا بفتح لك البتنجان بقى، هو زي ما انت شايفه كده ابيض زي الفل الابيض، بوريك ان هو استوى اهو. تمام. وابيض من جوه، شوفوا ازاي. دايما بتجيبي، ممكن تجيبي البتنجان يسود منك بسبب الطرق اللي انا قلت لك عليها دي. خلاص يا حبيبتي. هبتدي بقى عين القمع بتاعه اهو. خلاص انا كده مستغنيه عن القمع، مش هخلله طبعا بالقمع بتاعه. ومعايا فلفل احمر، ومعايا فلفل شطه، ولو انت عايزه تستغني عن الفلفل الشطه مفيش مشكله، انت وذوقك وبراحتك. انا بديك الطريقه وانت تاكلي على مزاج. تمام يا حبيبتي. هنفرم بقى الكلام ده كله، الفلفل والثوم، وهنزل بقى بكوبايه خل. هحط في الكبه عشان ادلل الثوم اللي فاضل فيها. كوبايه خل، وهحط الملح بتاعي هظبطه، وهحط معلقه كمون. تمام. يبقى معلقه كمون والملح وكوبايه خل، وعصره ليمونتين. تمام. عصري ليمونتين على الكلام ده كله عشان يبقى الخل مع الليمون بيديكي ميكس حلو كده، وبيديكي طعم يعني لاذع كده شويه، بيبقى جميل في البتنجان زي اللي بتجيبيه من المحلات بالظبط. تمام يا حبيبتي. تمام يا ام محمد. قلبي بقى الكلام ده كله زي ما قلت لك، الملح ومعلقه كمون والخل والليمون. خلاص على كده. ابتدي بقى هحشي البتنجان بتاعي اهو، ومش هفتحه بقى للاخر، هتفتحي شقه صغيره منه زي ما انت شايفه كده، وتحشيه بالطريقه دي. تمام. تمام يا ام محمد. هنيجي بقى للتخليل البتنجان. انا كده خلصته كله، حشيته بالدقه بتاعتي الحلوه دي. هجيب بقى ميه سليق البتنجان، وطبعا هسيبها لما تبرد خالص. تمام. اكنك جايباها من الحنفيه، تحطيها سخنه. لو حطيتيها سخنه هتبهدلك البتنجان وتبوظه. وزي ما قلت لك اسلقي البتنجان نص سلقه. وهنا بقى انا هحط الدقه اللي فاضت مني من حشوه البتنجان اهو على الميه، وهحط نص كوبايه خل. ليه بقى نص كوبايه خل؟ علشان انا لو حطيت الميه من غير خل على البتنجان هيضيع لك الليمون هيضيع الليمون والخل اللي انا حطيته في الاول، وهيبقى خفيف معاك. فهنا بتزودي الخل شويه. تمام. هجيب العلب الجميله بتاعتي دي بقى، العسل دي، عسل عسل قمر قمر كده العلب دي، والله العظيم يا جماعه. وعملت لي البتنجان زي المهلبيه. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو وصلتي معايا هنا للفيديو حطي لايك وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
شيروا الفيديو يا جماعة عشان الكل يستفيد. ممكن في بنات ما بتعرفش تخلي البتنجان، ما بتعرفش تخلي الفلفل، ممكن تستفيد لما انت تشيري الفيديو ويوصل لها وتدعي لك دعوة حلوة وتدعي لي دعوة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني حطوا اللايك وحطوا الشير وحطوا لي كومنت حلو كده وصلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. انا هنا خليت البتنجان، هحط بقى فوق الوش لكل علبة معلقة زيت واحدة. ليه بقى معلقة الزيت؟ علشان ما يعملش معاكي من فوق عفن او يعمل يعني ريم فوق الوش كده، فالزيت بيمنع العفن او الريم. تمام يا حبيبتي؟ تمام كده. وهنا بقى انا تاني يوم جبته اهو، هطلعه قدامكم. البتنجان لونه بقى بنفسجي، ولسه كل ما يقعد معاكي لونه هيبقى لون بنفسجي جميل جدا، والطعم هيبقى حكايه. كل ما يقعد معاكي كل ما يعتق ويبقى جميل وطعمه يبقى تحفه. شايفين الجمال والحلاوه؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله الله الله، ايه الجمال ده يا ام محمد؟ ايه الحلاوه دي؟ العلبه دي بتتباع عند بتاع المخلل في محلات المخلل ب50 جنيه، يلي الحقي اعمليها ب15 جنيه بس. هنا توفير التوفير. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه.